في أرض بعيدة مفيهاش رحمة. السكون مش سلام، ده تهديد. في قلب السافانا كل خطوة محسوبة. هنا مفيش قوانين غير قانون الدم. في الليل لما كل الأصوات بتسكت في صوت واحد بس بيكسر الصمت: الزئير. الزئير مش صوت، الزئير هنا مش إعلان وجود، ده إنذار باللي هيحصل دلوقتي. الزئير معناه حكم هيغير مصير حاجات كتير، وهيغير شكل الخريطة، والمخالب هي اللي بتكتب التاريخ. في ممالك الدم الملك بيتولد وسط الجثث، والعرش محفور بالمخالب. كل تحالف وراه مجزرة، وكل أسد وراه أسطورة. في عالم الأسود مش كل ملك بيحكم، لكن كل أسطورة محفور اسمه على الأرض بالناب والمخلب ودم ضحاياه. هنا الأسد اللي بيخاف بيتنسي. في أماكن بتتولد فيها الملوك، بس في أماكن هي اللي هيعيش فيها الأساطير. وسابي ساند موطن المابوجو والماجنجلانز هي واحدة من الأماكن دي، لأنها ببساطة كده جحيم الأسود الأفريقية. الأرض دي ما بترحمش. الأسود فيها مش بتعيش إلا لو قتلت. واللي هنشوفه دلوقتي مش فيلم ولا قصة، دي الحقيقة والواقع. الحقيقة اللي كتبها الدم والمخالب والهيمنة. ناس كتير افتكروا السلسلة دي انتهت، لكن الأساطير ما بتموتش. هي بس كانت ساكتة، وسكوتها كان أسوأ من أي زئير. انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ رجعنا وهنفتح من تاني كتاب الغدر، السيطرة والتحالفات اللي بتقطع بعض. دي مش حكاية، دي أساطير الأسود وده جحيمها. ابدأ جهز نفسك واستعد، لأنك دلوقتي هتدخل العالم بتاعنا احنا، عالم الأسود. كل حلقة هنفتح بوابة جديدة لأسطورة. اهدى وخلي الغريزة هي اللي تسمع دلوقتي، ودي بداية أساطير الأسود. قبل ما نبدأ آخر أخبار الدم والدب وجحيم الأسود في سابي ساند، وقف الفيديو دلوقتي وقوم اعمل لك مج شاي بالنعناع زوين زيك، وبعدها بقى تعالى كمل المدعكة علشان هلخص لك غياب 10 شهور. في الأسابيع الأخيرة كان في نشاط كبير وقوي جدا للأسود في سابي ساند في جنوب أفريقيا، والمنطقة وصلت لمستوى جديد تماما، وبقى فيها إحلال وتجديد وحاجات غريبة وعجيبة ومريبة. كروجر وبلاك دام، بقايا الأساطير. لازم تفهم إن في قلب الأدغال لما الكل بيتحرك، ده معناه إن في حد دلوقتي بيستعد للهجوم. وفي وسط العتمة والكركبة دي ظهر لنا أسد أفوكا الجنوب الأخير، الأسد العجوز، أسد كروجر. ظهر بعد ما خسر كل التحالف بتاعه وكل ملكه وحكمه وأبنائه قصاد تحالف نخوله. كروجر بعد ما عاش لوحده حبة حلوين تايه ومشرد، أخيرا بيلاقي شريك هيشاركه نفس الصفات دي، والكلام هنا عن أسد بلاك دام الأخير. الأسدين دول زمان كانت الأرض بتتهز من تحتهم، والكل بيتبخر ويختفي أول ما يشم نفسهم السخن في الجو. اتنين من المحاربين القدامى العواجيز جدا دلوقتي بقوا بيمشوا في الظل وبيستخبوا في أرض بقى فيها زئير الأسود أقرب لصوت الرصاص والنار. حاليا هم مش بيدوروا على مجد أو حكم أو حتى أرض، هم كل اللي عاوزينه دلوقتي يفضلوا بس على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، ولما تيجي النهاية ما يتقتلوش بطريقة بشعة ووحشية ويموتوا في سلام وأمان. عشان كده هم بيتحركوا في الاستخبص في منطقة مولعة بالأسود اللي بتتحرك وبتتنقل في كل شبر.
عموما كل اللي اقدر اقوله واتمناه انهم يفضلوا بعيد عن النار اللي حواليهم دلوقتي. صلالة اللبؤة التي لا تكسر. تحت شجرة قديمة وعجوزة كانت اللبؤة صلالة نايمة. جسمها بقى ضعيف بسبب العمر والسن، بس عيونها العنبر لسه زي ما هي بتطلع نار. من يومين قربت منها لبؤة شابة من قطيع إناث نوكاهوما بريكاوي، وبعدها بيظهر مع اللبؤة الشابة دي شبل كبير. صلالة العجوزة قامت وبصت، ولأنها لبؤة خبرة فهي فهمت الرسالة بسرعة جدا. اللبؤة المسنة عرفت إن 2 على 1 معركة مش متكافئة ومش عادلة، وهي كده كده في أواخر أيامها. عشان كده خدت بعضها وحطت ديلها بين فخدها وانسحبت بهدوء في الوقت المناسب. الجيجيمة عندما يهاجم الملوك. من أسبوعين بالظبط بيدخل بالغلط لأرض الجيجيمة شبل أسد صغير رحال، وبمنتهى السذاجة والبراءة اللي في الدنيا كلها حاول إنه ياكل مع قطيع الإناث، بس أسدين الجيجيمة شموا ريحته وحسوا بيه، ومن حسن حظه إنهم أول ما وصلوا لمكانه كان هو كمان حس بيهم وهرب وساب لهم الجمل بما حمل. على مدار سنة ونص يا أساطير وتحالف نخول الشباب عمال بقى بيحاولوا إنه يخترق أرض الجيجيمة في القطاع الجنوبي من المحمية، وإنهم يستولوا على إناثهم ويقتلوا أشبالهم. وفي كل مرة أسدين جيجيما كانوا بيقفوا حائط صد قصاد أسود نخوله وبيبعدوهم عن منطقتهم. بس يوم 17 مايو اللي فات الأخرين بقى قرروا إنهم هم اللي هياخدوا زمام المبادرة ويهاجموا، وفعلا دخلوا الأرض نخوله وحصل بينهم اشتباك وكانت مدعكة. الأرض اتهزت، بس في النهاية التحالفين اتراجعوا. الدم نزل بس الكبرياء فضل لا مؤاخذة واقف. وبعدها بقى الأسدين اتهطلوا واتهفوا في نفوخهم وحبوا يختبروا حدود أسدين نواسو تشاكا. بس بسرعة جدا عرفوا غلطتهم وانسحبوا من غير ما يطلعوا صوت أو نفس. نواسو تشاكا قصاد كامبولا، نار المواجهة. نزينجا ميلز أو تحالف نواسو تشاكا حاليا هم أقدم وأكبر تحالف حاكم موجود في سابيساند. الأخرين العواجيز أماهل ويورينجي لسه أقوياء جدا، وجسمهم كله عضلات وكرشهم مدلدل لتحت، ولسه قادرين إنهم يحافظوا على أراضيهم وعلى ولاء قطعان إناثهم ليهم. الأسدين العواجيز دول بقى بدل ما ينبطوا يقعدوا اللي باقي من عمرهم في سلام مع إناثهم، لأ دول قرروا إنهم يتوسعوا، ولأن الطموح أو الطمع بقى ما بيخلص فالأسدين كانوا عاوزين ياخدوا القطاع الشمالي من المحمية ويحكموه. وفعلا في لحظة دخلوا وطردوا تحالف كامبولا الأربعة ومسكوا أصغر واحد فيهم وعلموه العافية ورنوه علقة موت. ومع إن الكامبولا بيتفوقوا عدديا عليهم إلا إنهم لسه بيفتقدوا للخبرة الكافية اللي تخليهم حكام. بس لحسن حظ أخوهم الأسد الصغير إن إخواته الثلاثة الكبار رجعوا وحاولوا ينقذوه من أسدين نواسو تشاكا. وفعلا المعركة ولعت ونواسو تشاكا ضربوا جامد، بس كمان للأمانة الكامبولا ردوا عليهم لحد ما كل تحالف رجع لأرضه. بس الرسالة كانت واضحة وصريحة، نواسو تشاكا لسه موجودين ولسه عندهم أنياب ومخالب بتوجع وبتذبح. الأسود الرحالة نوكاهوما ابن الجبانة. شوف يا أخي، أنا غايب عن السلسلة دي لمدة سنة تقريبا، واليوم في عالم الأسود زي ما احنا عارفين بيغير ممالك، إلا إن يا مؤمن لما أرجع برضه ألاقي نوكاهوما ابن الجبانة لسه زي ما هو خنزير وعمره ما هيتعدل أبدا. نوكاهوما دخل في تحالف مع الأسد طلماتي خانيا، وأنا حذرت طلماتي إنه هيموت بسببه زي اللي قبله، بس هو ما سمعش الكلام. نوكوهوما 2016 وطلماتي خانيا فضلوا ماشيين في الظل لوقت طويل وبيتجنبوا أي صراع مع أي تحالف حاكم. الاتنين عاشوا أسود رحالة وقالوا هنبعد عن الشر ونغني له. بس لما أسدين مخيم السهول ماخونجا وأخوه قرروا إنهم يسيبوا أرضهم في القطاع الغربي وطلعوا ورا الكامبولا، وقتها الرحالة بقى ظهروا ونوكوهوما بخ في ودان طلماتي وقال له ده الوقت المناسب يا معلم إننا نحكم ونتزاوج. وفعلا دخلوا الأرض وقعدوا يزقروا جامد وسحبوا لمؤاخذة كام لبؤة لبره واتزوجوا معاهم، وزائرهم ده كان إعلان تحدي الأسدين المخيم وإنهم هيحكموا مكانهم.
بس على مين ده نوكاهوما يعني، هو احنا غرب عنه، اللي رب خير من اللي اشترى. وكالعادة التحدي ما طولش كتير، لأن أسدين المخيم الأقوياء جدا سمعوا صوت الزئير بتاع الأسدين الرحالين ورجعوا بسرعة لأرضهم، ومسكوا نوكاهوما الحلوف ورنوه علقة موت زي ما عملوا زمان في أبوه الملك العظيم نينها. أنا شاكك إن الأسد ده ابن حرام، لا يمكن يكون ابن الملك نينها. المهم ان اسدين المخيم مسكوا نوكاهوما ورنوه علقه موت زي ما كانوا بيعملوا فيه زمان، لكن الاسد ده كان دايما بيهرب وبيسلم الاسد اللي معاه تسليم اهالي، وهو نفس السيناريو اللي حصل، ونوكاهوما قدر بمعجزه انه يهرب منهم وسلم لهم طلماتي على بلاطه. اسدين المخيم قفشوا طلماتي لوحده بعد ما نوكاهوما هرب وسابه ونفضوه زي السجاده المعفنه، وسابوه غرقان وسايح في دمه، وكانوا هيخلصوا عليه فعلا، لولا ان نوكاهوما قعد يزقر من بعيد. وخبراء المحمية بيقولوا انه عمل الحركة دي علشان يشتت انتباه اسدين المخيم ويخليهم يسيبوا طلماتي، وده حصل فعلا. لكن انا بقول لهم وبحكم خبرتي وان عادن المعلم ده وحافظه انه اكيد عمل الحركة دي بالغلط، او تلاقيه كان بيعيط بصوت. المهم ان الاتنين اتكتب لهم عمر جديد وقدروا ينجوا من الموت باعجوبه، وقعدوا بقى يلعقوا في جروحهم ويداووا اصاباتهم. بس انا بقول لكم اهو، هي مساله وقت قبل ما الكلب نوكاهوما يتسبب في موت طلمات الغلبان. اسدين مخيم السهول لما الملك يسيب عرشه. احنا لسه عند اسدين المخيم، ملوك القطاع الغربي كله بالكامل، الاسدين الراسيين زي الجبال، واللي الدنيا عندهم هاديه نسبيا، بس هم اللي مش هاديين وهيجين على الاخر. الشهر اللي فات مخونجا واخوه بيشموا ريحه تحالف كامبولا، الشباب الاربعه موجودين في القطاع الشمالي. الاربع شباب دخلوا لشمال المحميه اللي فيه قطيع اناث نوكاهوما، وبيحاولوا يحكموه ويبقوا ملوك هناك، خصوصا وان الارض دي حاليا من غير اي حكام، واسدين المخيم واسدين نواسط شاكا طمعانين فيها. كامبولا شافوها فرصة ودخلوا للمنطقة وقعدوا يزقروا وأعلنوا عن وجودهم، بس الزئير ده بقى خلى كل الطمعانين يتحركوا. أسدين المخيم سابوا أرضهم في الغرب ومشوا ورا الزئير في الشمال، وهاجموا الكامبولا اللي هربوا أول ما شافوهم. ومع ان الكامبولا برضه بيتفوقوا عدديا عليهم، لكن زي ما قلنا الاربعه لسه خبرتهم معدومه في المعارك الاقليميه اللي زي كده. المهم بقى ان بعد اسبوع كان اسدين المخيم رجعوا للغرب، وشباب الكامبولا رجعوا للشمال، والدنيا هديت. ولبؤات نوكاهوما حاليا مع اسود كامبولا وبيحبوهم وبيتزاوجوا معاهم، ويمكن ده يبقى الحافز الوحيد ليهم انهم يقفوا ويدافعوا عن ارضهم الجديده ويبقوا حكامها. عموما المنطقه دي سخنه حاليا وكله بيتخانق عليها، وشكلنا كده داخلين على عوق كبير الفتره الجايه. والله وحده يعلم مين هياخد العرش ومين هيهرب، مين اللي هيفضل ومين اللي هيتقتل. بس زي ما احنا عارفين ان كل حاجة مستحيل انها تحصل في عالم الاسود بتحصل عادي جدا. اقدر دلوقتي اقول لكم ان الليلة خلصت، بس اللعبة لسه شغالة، وكل تحالف بيجهز لخطوته الجاية. وخلي بالك لان الزئير الحقيقي لسه ما طلعش. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اساطير الاسود. صديق الانسان الجميل الحبوب، مين اكتر تحالف بتتوقع له النجاح حاليا في سابسان؟ وايه اكتر تحالف بتحبه حتى لو كان تحالف قديم ومشي وسابنا؟ المهم انه يبقى من جهنم الاسود الافريقيه. اكتبوا لنا تحت في التعليقات وانا اول واحد هكتب لكم. وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.